الحبايب مساء الخير. لأول مرة من سنين طويلة جدا خلال معرفتي بالفنان أحمد عيد أشوفه ما بيقولش الحقيقة ومش عارف يقول الحقيقة. من يومين اتفرجت على لقاء صغير جدا لأحمد عيد على السوشيال ميديا من كواليس مسلسل أولاد الراعي، وده مسلسل بيعمله مع الأستاذ ماجد المصري والأستاذ خالد الصاوي في رمضان. فالمذيعة بتسأله بتقول له بعدت على الكوميديا بقالك فترة وبقيت تقدم تراجيدي. فالراجل مش عارف يرد، مش عارف يقول لها من غلبي، مش عارف يقول لها ده انا مضطر، مش عارف يقول لها لان انا قعدت في البيت كتير، مش عارف يقول لها ان انا حاولت ان انا اقدم كوميدي ولكن لقيت نفسي بعدت اكتر من 8 سنين داخل على 10 سنين ما بعملش حاجه، فاضطريت ان انا اقبل ان انا ابعد عن الكوميديا اللي انا ابتديت بيها واللي انا اتشهرت بيها، واضطريت اعمل تراجيديا مش من حبي في التراجيدي جدا ومش من قله الفنانين التراجيديين في مصر، لا كل الحكايه ده غلب، ده علشان ابقى موجود، عشان اعرف يعني اكل واشرب والناس ما تنسانيش. احمد عيد رد عليها وقال لها يعني هو حاول يقول، قال ما هو ده اللي موجود، وبعدين راح مكمل بقى وقال بس عايز اقول لك بقى يعني في كل مرحله من حياه الانسان لازم يقدم حاجات اللي هي تتناسب مع سنه وعمره، وانا دلوقتي في الخمسينات. هو من امتى الكوميديا كانت مرتبطه بسني يا استاذ احمد؟ انا عارف ان ممكن الكلام يزعلك بس انا بقول الكلام ده من حبي ليك. احمد عيد من 2018 ما قدمش كوميديا. احمد عيد فضل قاعد كتير وراهن على الوقت وفضل متمسك يعني وماسك نفسه، ولا انا هفضل عشان اقدم افلام كوميديه كويس. وكانوا بيحطوا له مش عايز اقول لكم عقبات، لا ده تحديات غريبه، يقولوا له انت لازم تختار السيناريو وانت لازم تقعد على السيناريو عشان تعدل فيه وانت لازم تروح تقنع الفنانين عشان يجوا لك باجور قليله وكانوا بيجيبوا له فنانين في الافلام اللي هو بيقدمها الفتره الاخيره اقل من الادوار اللي موجوده، يعني كان ممكن يجيبوا له فنانين اكبر عشان يشيلوا معاه، وده ما كانش بيحصل. احمد عيد فضل يعاني كتير جدا وفي الاخر قعد في البيت، قعد سنين طويله لدرجه انه راح عمل مش عارف مسلسلات اذاعيه وعايز يبقى موجود، ولما ما لقاش فيها مفر ساب البطوله المطلقه رغم ان هو من احسن الكوميديانات في مصر اللي شالوا افلام وافلامه كانت بتكسر الدنيا، ورجع خطوه واتنين ورا وبقى يقدم مسلسلات بعيدا خالص عن الكوميديا. راح عمل عمله نادره، وراح عمل فيلم اهل الكهف، وراح عمل مسلسل حشاشين، وبيعمل دلوقتي اولاد الراعي. مش ده احمد عيد. انا مش مستني ان احمد عيد يبكيني في مشهد، انا مش محتاج ان احمد عيد يروح بقى ايه عروقه كده تتنفض ويعمل كده، لا خالص. ليه مش محتاج ده؟ لان ده كان كوميديان وفرسير كان بيضحك طوب الارض، وعلى رايي احنا منتشر في الوسط كده ان احمد عيد ده يعني اكتر واحد بيعرف يرمي افيه، وحتى لو الافيه ده عادي يضحك، هو من عند ربنا. وليه كمان؟ لان الكوميديانات اللي بيضحكوا مش كتار في مصر، مش كتار للاسف في ظل العبث الكوميدي اللي احنا بنشوفه والهرتله. عشان بس انتوا لما تشوفوا احمد عيد في رمضان تيجي تقولوا هو يعني احمد عيد عايز يبقى جد قوي، لا خالص. احمد عيد مضطر ان هو يعمل كده، احمد عيد مضطر ان هو يعمل كده، ومفيش كوميديان في مصر او في العالم بيسيب الكوميديا اللي هو بيحبها وبيعشقها ويروح يقدم تراجيديا، ولو عمل كده هو بيفلت فلته كده ويرجع تاني. يعني زي مثلا احمد حلمي لما راح عمل اسف على الازعاج وعمل مثلا الف مبروك وعمل عسل اسود، رغم ان فيهم كوميديا سودا بس رجع تاني وبدا يقدم كوميديا صريحه. محمد سعد لما بيبعد عن الكوميديا بيبعد شويه كده، راح عمل الكنز وبعدين رجع عمل برضه افلام كوميديه، وبعدين دلوقتي عمل الدشاش ورجع تاني دلوقتي بيعمل فيلم كوميدي. هو ده. لكن ان انت تفضل من 2018 زي احمد عيد لحد النهارده 2026 ما بتقدمش حاجه غير بس يعني ادوار تراجيديا، لا انت مضطر يا احمد ومش هتقدر تقول الكلام ده، فانا طالع اقوله. انا بحبك وانت كوميديان للاسف احنا خسرناك، نفسي ترجع ونفسي تقدم الكوميديا اللي انت حاببها واللي انت نفسك تعملها، وانا عارف ان انت بتعاني عشان تعملها، بس لا الامر بايدك ولا بايدي. يا ريت الناس اللي قائمين على صناعه السينما في مصر يبصوا لاحمد عيد، شركات الانتاج الكبيره يبصوا لده ويدوا له فرصه ثانيه، والله العظيم هيضحك الناس. شكرا جزيلا.